أستاذ مهدي الشاعر الجميل اللي بنستمتع بأشعاره وروائع ما كتب، وسمعنا انك كتبت عن الأطفال أو بمعنى أصح الطفل الفلسطيني. أنت كتبتها ومش معنى الطفل الفلسطيني. والله أنا مش كتبت على الطفل الفلسطيني بس، أنا كتبت على الطفل الفلسطيني وكتبت على الطفل العراقي، لأن دول أكتر ناس يعني عانوا فترات طويلة. فأنا هقول لكم حاجة عن الطفل الفلسطيني، ودي يمكن أنا كاتبها برضه من 20 سنة. لا، وهتقول لنا كمان عن الطفل العراقي ولا أنت هتبخل علينا؟ لا طبعا الاثنين موجودين. ماشي. الطفل الفلسطيني طبعا احنا أثرنا بيهم قوي، لأن بقالهم أكتر من 60 سنة بيعانوا، فعشان كده احنا ده صحيح. يعني ده صحيح. متعاطفين جدا مع الفلسطينيين، وطبعا متعاطفين مع العراقيين ومع العرب كلها بوجه عام يعني. فأنا كتبت عن الفلسطيني، الطفل الفلسطيني، فبقول ايه؟ أنا طفل فلسطيني مش زي الأطفال، نفسي ألعب أجري أتدلع أتشال. أنا طفل فلسطيني بلدي هي حنيني، مهما اتخذت مني مسيرها يوم هتجيني. أنا طفل بيتعلم إزاي يعرف يتكلم ويدافع عن أرضه ويخلي عدوه يسلم. أنا أبويا علمني إزاي أرمي حجارة، أضرب أجري بسرعة أسرع من الطيارة. أنا طفل فلسطيني مش زي الأطفال، نفسي ألعب أجري أتدلع أتشال. أخويا مات شهيد ومعاه حجر بإيده، وحلفنا ناخد طاره مهما الصهاينة يزيدوا. وأنا أختي اغتصبوها وأمي كمان قتلوها، وأبويا اعتقلوه وأرضي أنا سلبوها. أنا طفل فلسطيني مش زي الأطفال، نفسي ألعب أجري أتدلع أتشال. يا عالم يا هو، أنا طفل وظلموه، خدوا منه طفولته ومن أهله حرموه. أنا طفل محتار محتاج حضن ودار، أشعر بالأمان أحس باستقرار، أعيش حياة سعيدة وسط أسرة جديدة، عربية مش يهودية وأرض حرة مجيدة. أنا طفل فلسطيني مش زي الأطفال، نفسي ألعب أجري أتدلع أتشال. جميل. كانت عن الطفل الفلسطيني، وكاتب حاجة برضو عن الطفل العراقي. لكن الطفل العراقي طبعا احنا عارفين ان هناك نظام قبائل ونظام طوائف، فرأيت انا في القصيدة الموضوع ده. انت حضرتك زرت العراق قبل كده؟ انا اشتغلت هناك مدرس فترة في السبعينات يعني. فبقول فيها ايه؟ انا طفل من نجف، وانا طفل من بغداد، أنا طفل من البصرة، وأنا طفل من الأكراد. أقباط عراقيين شيعة وسنيين، كلنا إيد واحدة في وجه المعتدين. حنساند الأبطال إخوتنا الكبار، واسترصاص المدافع أو حتى جوه النار. أطفال وبنعاني وفي وسطنا الجاني، في كل مكان يخرب وينهب في أوطاني. يا عرب اتحدوا يا أمة الإسلام، شعب العراق محتاجكم وانتم هناك نيام. الخوف مالي نفوسكم، لإمتى هتتفرجوا؟ احنا اليوم في محنة وبكرة هتتشردوا. يا عالم يا هو يا موحدين بالله، أطفالنا والشيوخ الظلم فيهم تاه. أطفال لكن رجال نتحمل الأهوال، نصبر نجوع ونعطش ونعيش حياتنا نضال. أنا طفل من نجف، وأنا طفل من بغداد، أنا طفل من البصرة، وأنا طفل من الأكراد. جميلة. الله الله عليك. الله يكرمك. معلش بقى يعني دي حاجات بسيطة كده بنقدمها نتعرف على حضراتكم، وإن شاء الله تكون عجبكم يعني. لا، احنا استمتعنا بكلماتك الجميلة
وبإلقائك البسيط اللي بيرجعنا للبساطة وللأشياء الحلوة والكلمة الرقيقة واللي كلها حب وطنية وحب مش لمصر بس، حب للوطن كله. شكرا أستاذ مهدي يوسف عفيفي الشاعر. نقول ايه يعني، شاعر الزجل ولا نقول الشاعر العربي الوطني؟ لا احنا نقول هي خواطر بنقولها وان شاء الله تعجب الناس. ماشي، مش شاكر. السلام عليكم. عليكم السلام.